وتعالى في سورة طه نعم. قال لنبيه وكليمه موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى. نعم. كيف رد؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك لترضى. موسى يطلب رضا رب العالمين. نعم. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى دون أن يطلب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. موسى في سورة طه نعم. يقول دعا قائلا رب اشرح لي صدري. نعم. اشرح لي صدري. الله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام تقريري. نعم. أي قد شرحنا لك صدرك. الجميل. موسى في سورة طه ماذا يقول؟ ويسر لي أمري. نعم. يسر لي أمري. نعم. في سورة الأعلى ماذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ونيسرك لليسرى. نعم. هذا يطلب وهذا يمتن عليه بإحسانه. الله أكبر. حتى عندما قال واحلل عقدة من لساني. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم. أوتيت جوامع الكلم. أعطيك نظرة أخرى. الله تعالى قال عن موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. نعم. وفي سورة طه ماذا قال؟ ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. صحيح؟ نعم. تصنع على عيني تحت رعايتي وسمعي وبصري. نعم. ماذا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. في سورة الطور في آخرها قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وثمة فرق عظيم بين على عيني فإنك بأعيننا أي تحت رعاياتنا وتحت كلئنا وإحساننا. وتلك شيء عظيم. لما جاء الملائكة لتعذيب قوم لوط نعم. بس قالوا لإبراهيم عليه السلام نريد تعذيب قوم لوط. ماذا قال لهم؟ قال إن فيها لوطا. نعم. كيف ردت الملائكة؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. نعم. إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن فيها. لكن يعني سيعذبونهم ويستلون لوطا كالشعر من العجين. بينما الله تعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أبدا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجوده رحمة رحمة لأمته إلى الأبد. صلى الله عليه وسلم. هذا فيض من غيظ كبير من فضل نبينا في القرآن.